اكتر ماتش لمصر مطمن له وعندي يقين واحساس ان احنا هنكسبه. هيجي واحد مجنون دلوقتي يقول لي يا عم انت مجنون ولا ايه؟ هنكسب ساحل العاج ولا كوت ديفوار زي ما بيسموها؟ اقول لك والله هنكسبه. انا عندي يقين وده احساس وده تفكيري. كل واحد حر في تفكيره، لان مصر طول عمرها ماشيه بالمبدا ده اللي هو الصعب بتاعنا انما السهل بنصعبه علينا، زي ماتش بنين. وده ابسط مثال ممكن اقوله ليه. لما كنت داخل الماتش وعارف ان الماتش سهل وتقدر ان انت تكسبه كويس جدا، شفنا اسوأ سيناريو مع منتخب مصر في ماتش بنين. وده بيقول لك ان عقليه اللاعب المصري لما بيكون داخل على ماتش سهل بيتعولى وبتلاقيه بيتمشى في الملعب، عكس لما يكون داخل وعارف ان الماتش صعب جدا ان هو يكسبه، وانه اصلا ان هو مش مرشح نهائي ان هو يكسب الماتش. فتلاقي اللاعب المصري كل اللي في دماغه ان هو يحارب، ان هو عاوز يكسب الماتش باي طريقه. علشان كده تلاقيني انا مطمن النهارده للماتش بتاع النهارده، وعندي يقين واحساس ان احنا هنكسب بدعوات المصريين وبرجوله لاعيبه منتخب مصر، ان احنا ندافع كويس ونقدر ان احنا نقفل عليهم من الاجنحه. وقتها ممكن اقول لك ان احنا نقدر ان احنا ننافس معاهم. اقول لك حاجه كمان، انا عندي يقين ان مصر لو عدت من ماتش النهارده، من ماتش مصر وكوت ديفوار، ان هي 90% هتكون المرشحه انها تكسب الامم السنه دي. هيجي واحد دلوقتي يقول لي يا عم انت مجنون ولا ايه؟ انت ناسي السنغال؟ هقول لك ان انت لو عديت ده هتكسب السنغال. واسمع مني وما تراجعش ورايا وخدها زي ما بقول لك كده. انت لو عديت الماتش بتاع النهارده، ماتش مصر والساحل العاج، لو اتعدى ومصر صعدت هتكسب السنغال مستريح وما تراجعش ورايا. لو حد دايما متابعني من زمان من فيديوهات الزمان عارف ان انا دايما بقول ان اللعيب المصري عقليته دايما ان هو الماتش السهل بينزل يتعولى، ينزل يجري في الملعب، ينزل مش عارف هو عايز يعمل ايه. زي ماتش الاهلي والمصريه للاتصالات اللي طلع منه الاهلي من دور ال 32 بفضيحه. ليه؟ لان اللعيبه نازله ومطمنه ان انت ممكن تكسب 2 3 4 5 6 براحتك. هوب اللي حصل ان انت خدت فوق دماغك وطلعت من كاس مصر. ده نفس الكلام مع اللعيبه المصريه عموما سواء في اي فريق او في اي منتخب. لكن احنا النهارده بنتكلم على المنتخب المصري. اللعيبه بتاعتنا هتنزل لو عندها يقين ان هي الماتش صعب هتكسبه، لو عندها يقين ان الماتش سهل هتخسره. هو ده عقليه اللاعب المصري. وكمان قلت زمان لما الاهلي وقع في دور المجموعات في مجموعه صعبه جدا 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 في دوري ابطال افريقيا، كنت مطمن وكنت مبسوط ان احنا وقعنا في مجموعه صعبه، علشان عارف ان لعيبه الاهلي هتطلع منها مركز اول او تاني او انها تصعد منها عموما. عكس كام سنه فاتوا كنا بنخش في مجاميع بنطلع نقول الله المجموعه سهله واللعيبه بتتعلق، وبنخش في حزب بيرما وامسك آلة حاسبه ونصعد ومش عارف مين عايزين يكسب عشان الاهلي يصعد. السنه دي غير. السنه دي انا مطمن جدا جدا ان الاهلي واقع في مجموعه صعبه عشان عارف عقليه اللاعب المصري. بس المهم ما تخليناش نروح في حته الاهلي دي دلوقتي، لان الاهلي في فيديو لوحده هينزل له في فضايح بتحصل في فتره الانتقالات السنه دي. الايام دي الساعه دي في يناير اللي لسه فاتح من 10 ايام في فضايح بيحصل فيها كتير جدا. ده هنتكلم في فيديو مفصل لوحده عن النادي الاهلي والانتقالات بتاعت النادي الاهلي. نرجع للمنتخب تاني اللي كل الاعين عليه، كل امال الشعب المصري عليه، وعلى المدرب حسام حسن وعلى اللعيبه. كل بيتمنى ان صلاح يلعب الماتش ده كويس، لان صلاح لحد النهارده في البطوله دي مع منتخب مصر ما قدمش اي حاجه تذكر، ما قدمش اي حاجه نقول عليها ان صلاح مؤثر مع منتخب مصر، عكس بقيه المحترفين التانيين. عندك رياض محرز مع الجزائر مبدع، عندك ساديو ماني مع السنغال مبدع، الا المحترف بتاعنا محمد صلاح ومرموش الاثنين ما شاء الله ما شاء الله. شفناهم الماتش اللي فات عك في عك. عمر مرموش راح بانفراد، لاعب بيلعب في مانشستر سيتي تحت تدريب جوارديولا، بياخد احسن فلوس، بياكل احسن اكل. هطلع اعد لك زي ما كان الاسطى عبد البارفي كان بيطلع يعد، انا مش هقول لك كده، بس هقول لك ان لعيب معاك كل الامكانيات دي وداخل على انفراد ومش عارف لا يرفعها من فوق الحارس ولا يهوش الحارس ولا انه يجيبها جون ومن انفراد. ده مرموش. والناحيه الثانيه محمد صلاح بيلعب وان تاتش، بيلعب شوكه وسكينه، خايف على رجله ما تفهمش، مع ان البطوله دي المفروض ان هو يكون واخدها عند علشان يكسبها، علشان يعرف ارني سلوت مدرب ليفربول ان هو اللي غلط ومحمد صلاح هو اللي صح. بس من الواضح ان شكلنا هنقول ان ارني سلوت هو اللي صح ومحمد صلاح هو اللي غلط، لان لحد النهارده كل اللي شفناه من محمد صلاح عك في عك. ده من وجهه نظري انا، ماليش دعوه بوجهه نظرك انت يا صديقي. كل واحد حر في وجهه نظره، انا بتكلم على اللي انا شايفه جوه الملعب. انت شايف محمد صلاح حلو انت حر، انت شايفه وحش برضه انت حر. مش هقول لك انت صاحبي وحبيبي عشان احنا الاثنين شايفينه وحش. محمد صلاح مفيش ندي معاه، انا مش داخل ندي معاه ان هو يكون واحد قصاد واحد وان لازم يلعب وان لو وحش هقوم احاربه، مفيش الكلام ده. بس انا بزهق من فكره التطبيل. لما يكون المعلق بتاع ماتش بنين علي محمد علي كل ماتش لمصر محمد صلاح بصا كوره، يعني اساسيات كوره بصاها، بسمع تهليل وتطبيل لحد الماتش ما يخلص لمحمد صلاح. ماتش مصر وبنين كان خلاص الماتش كان بيخلص، اخر هجمه جابها 3-1 قاعد يقول لك الجون عالمي، الجون خطير، الجون ما بيطير، الجون انفراد. لما محمد صلاح ما يعرفش يجيب انفراد امال مين اللي هيجيبه؟ انا اللي هنزل اجيبه؟ ابني اللي هنزله الملعب يجيبه؟ ملهاش اصلا ان الواحد يقعد يطبل وعالمي وصلاح ومش عارف ايه. وشفت ان هو خد الصيت كله.
يعني الصيت بتاع ماتش مصر وبنين كله راح لمحمد صلاح، كله حرفيا راح لمحمد صلاح عشان اخر كوره جابها جول اللي هي من انفراد، اللي هو اصلا لو كان ضيعها كان اقسم بالله لو في مدرب ذكر ما يلعبوا الماتش اللي جاي اللي هو بتاع النهارده. بس ما علينا، كسبنا وصعدنا، والمهم ماتش النهارده ان احنا نعدي منه، لان الواحد دمه محروق من اللي بيحصل من المنتخب ومن الاداء ومن اللعيبه وحاجه خرا، والواحد مش فاهم اي حاجه. ومش عايز امشي ورا المقوله بتاعت بتقول لعيبه الاهلي بخير فالمنتخب بخير. لعيبه الاهلي اوحش، لعيبه الاهلي وحشه، زيزو زفت. زيزو اتضح فعلا 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 ان زيزو لعيب محلي، لا بقى افريقيا مع الاهلي ولا بقى منتخب مع مصر ولا اي حاجه. زيزو لعيب محلي، انا ده من وجهه نظري وده اللي شايفه. انا ما قدمليش حاجه، ما قدمليش حاجه في الملعب عشان اقول له عكس كده. احنا ما فيش. واصلا انا يعني انا لو عايز اعمل فيديو عن التصريح بتاع محمد صلاح اللي طلع قاله بعد الماتش، انا ممكن عايز لي قصيده عشان اقول انزل فيديو 30 دقيقه ولا ساعه عشان اتكلم على التصريح بتاع محمد صلاح اللي هو احنا مش مرشحين ان احنا نكسب البطوله عشان احنا كل اللاعيبه اللي معانا بتلعب في الدوري المحلي. طب وانت الثلاث سنين اللي مصر خدت فيهم كاس افريقيا اللي فاتوا 6 و8 و10 كانوا بيلعبوا فين؟ ما كلهم كانوا محليين، كل المنتخب كان محلي، والمدرب كان محلي، كان وطني، كابتن حسن شحاته ربنا يشفيه ويقوم بالسلامه. فانت تصريح عك في عك، تصريح يقول لك ان احنا قدام واحد بدا يفقد عقليته او المنتلي زي اللي كان بيقولها، والله انا مش عارف بقول ده صح ولا غلط، ان عقليه اللاعب المصري مش هينفع تتغير. لقى نفسه خلاص الماتش الجاي هيلبس في حيطه وهيطلع، فرمى التصريح ده عشان يقول لك اصل انتم مبوظين الدوري المصري عندكم، فانتوا ما تجيش تقولوا لي ان انتوا ان انا اكسب، ما تجيش تقولوا لي ان انا اضغط على الواحد واخاف على رجلي وانتوا عندكم لعيبه محليين، ما تجيش تقول لي ان انا اطلع اجري او اعمل ثرو او باصي او اي حاجه واهدف بكره كويسه وانتوا اللعيبه بتاعكم محليين. هو ده من وجهه نظري انا شايف محمد صلاح كده، هو بيسلمهم من الاخر تسليم اهالي، انتوا جايبين لي شويه لعيبه محليين تلعبوني وسطهم وعايزين نكسب. هو ده اللي انا مقتنع بيه. والتصريح ده كله طلع يقول لك اصل التصريح اتفهم غلط، التصريح يتقال غلط، الكلام ده كله لا، هو يقصد كده، محمد صلاح يقصد كده، اللي هو انتوا لعيبه محليين فانتوا جايبيني وسط لعيبه محليين مش عارف اعمل لكم حاجه يا عيني، فين اللعيبه اللي العب بيها زي المنتخبات التانية؟ ما احنا مش مرشحين. تصريح عك في عك، تصريح ما ينفعش يطلع من واحد واخد الشاره اصلا عافيه علشان هو النجم بتاع منتخب مصر. طول عمرها الشاره ماشيه بالاقدميه من ساعه محمد صلاح ما ظهر وبقت هي بالنجوميه، صلاه النبي احسن. فمحمد صلاح في المنتخب عليه كلام كتير جدا جدا، وانا لولا ان انا عارف ان احنا يعني لو عدينا الماتش بتاع النهارده فاحنا ممكن نكسب البطوله، مع ان دايما انا بقول طول محمد صلاح في المنتخب مصر مش هتشم اي بطوله، طول محمد صلاح في المنتخب مصر مش هتشم اي بطوله ولا اي مركز حلو اصلا. بس لو عدينا النهارده مصر هقول لك ان هي هتكسب البطوله دي ان شاء الله. نيجي للفقره الثانيه وهي توقعاتي لتشكيله منتخب مصر امام ساحل العاج او كوت ديفوار زي ما انتم بتسموها. طبعا معروف حارس اساسي وهو محمد الشناوي، ده الف ب كوره، محمد الشناوي حارس مرمى لمنتخب مصر امام ساحل العاج او كوت ديفوار. خط الدفاع هيلعب في 3 مراكز، او بلاش 3 مراكز، خط الدفاع هيلعب فيه 3 مدافعين وهم، وطبعا كله هيقول لي ان حمدي فتحي منهم، هقول لك لا، حمدي فتحي المركز بتاعه اتغير النهارده، هو هيلعب بثلاثه، رام ربيعه، ياسر ابراهيم، حسام عبد المجيد، لان هو كده رسمي فهمي هيلعب ب5-3-2، و5-3-2 مش هجوم، 5-3-2 دفاع، لان انا جاي لك عندك على اليمين والشمال محمد هاني ده معروفه، واتمنى ان هو يكون احمد فتوح الناحيه التانية، بس في كلام بيقول ان هو مش هيكون احمد فتوح اصلا، يعني في كلام بيقول ان هو مش هيكون احمد فتوح اللي هيلعب، مع ان انا عندي علامه استفهام كبيره جدا 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 ان ازاي احمد فتوح ما يلعبش الماتش ده، يعني احمد فتوح لو ما لعبش الماتش ده هستغرب جدا جدا. تمام. خط النص هيطلع حمدي فتحي في نص الملعب، وده التغيير اللي كنت بقول لك عليه، حمدي فتحي من اول ما بدات البطوله وهو بيلعب ليبرو جنبهم ورا بيغطي على المدافعين، لا هو سحبه حطه في نص الملعب عشان يدافع بزياده وراح حاطط مكانه حسام عبد المجيد. طبعا حمدي فتحي هيكون بجنبه الدينامو مروان عطيه، ده معروفه. قدامهم امام عاشور كصانع العاب، هيرمي قدامهم بقى في الهجوم محمد صلاح ربنا يقومه بالسلامه ويأدي النهارده كويس، ومرموش. دي التشكيله اللي كله بيتوقعها او انا متوقعها او اتقالت او اتعادت او انتشرت بقى زي ما تيجي، بس انا جاي بقول لك التشكيله اللي هتحصل ان شاء الله النهارده في الماتش، بخلاف احمد فتوح. في كلام بيتقال ان في واحد تاني هيلعب مكانه، انا ما اعرفش هو مين اصلا، الاهلي بيفاوضوا، انا لسه والله ما اعرف هو مين، بس
لو انا اتمنى التشكيله اللي تنزل فعلا: محمد الشناوي، ربيعه، ياسر، حسام عبد المجيد، محمد هاني، احمد فتوح، قدامهم حمدي فتحي، مروان عطيه، قدامه امام عاشور، يمين وشمال صلاح ومرموش. دي انسب تشكيله تقدر تلعب بيها الماتش بتاع النهارده وانت مستريح. الفكره في المدرب اللي واقف بره. لو مدرب عبقري، مدرب هيعرف ان هو يجاري الملعب بالتشكيله دي، اقول لك يلعب بيها مستريح وهتبقى بص في الجول. انما ما تقوليش ان انا هلعب ب 5-3-2 كدفاع وارمي لصلاح زي ما كان كوبر بيعمل وترجع تدافع لي ورا. ما تدافعش. انت ما ينفعش ان انت تدافع قصاد كوتيفوار. انت عامل زي مثل بتاع اللي بيقول لك انت بتدافع قصاد النادي الاهلي، فانت هتفضل في منطقه جزائك طول الماتش. كرة بقى بالهيد، كرة غلطة، كرة لمسة يد ضربة جزاء، فمتوقع اي حاجة. انما صلاح او حسام حسن لو نزل وعامل خطة ان هو 5-3-2 كويس، ماشي، دفاع جميل، هتدافع انت كده بستة لان حمدة هيضم معاهم، ما عنديش اي مشكلة، بس تلعب كرة، خطة جميلة. انما لو هترميها 5-3-2 وترجع تكن ورا طول الماتش وتطلع تخطف جون وترد، مستحيلة، مش هتنفع مع ساحل العاج. هم اصلا مش هيسمحوا لك ان انت تخطف جون، مش هيسمحوا لك ان انت تلعب كوره على الارض. يعني انت اصلا الجناحات بتاعت ساحل العاج لوحدها هتنزل هتخلي لك الاثنين الباكات بتوعك ملزوقين ورا عند الشبكه، عند يعني هم ومحمد الشناوي واحد، علشان خاطر تعرف ان انت تستلم اي حاجه. انما لو كنت بتلعب من تحت او بتلعب الكوره ونستلم التانية زي ما كان مانويل الجوزيه بيعمل، مش هتنفع. مش هتنفع. هي خطه كويسه، لعيبه كويسه، بس مختلفه عن اللي هيكون واقف بره بيحرك اللعيبه. وانا طبعا متاكد مليار في الميه وكلنا متاكدين ان محمد صلاح هو اللي بيحرك اللعيبه، ومحمد صلاح هو اللي بيقول مين اللي يعمل. ولو كان كده ما شفنا امام عاشور في اول ماتش في افريقيا لما محمد صلاح ما كانش عارف يلعب من امام عاشور عشان كان على الخط بتاعه عمال يجري على الخط بتاعه، قال لهم طلعوا انا مش عايزه علشان اعرف العب. كل الكلام ده عارفينه، كل الكلام ده سامعينه، كل الكلام ده عارفين ان محمد صلاح هو اللي بيدير الدنيا دي كلها، بس ما حدش عايز يتكلم. ما حدش عايز يتكلم. انا شفت كميه تطبيل لمحمد صلاح تودينا في 60 داهيه. على العموم عشان الفيديو ما يطولش اكتر من كده، دي التشكيله المتوقعه اللي تقدر تلعب بيها النهارده عشان تجاري الماتش مش اكتر. يا تلعب على المرتده وتكسب، يا تجيب جون وتركن ورا. ده اللي هنشوفه النهارده الساعه 9 ان شاء الله. ولو وصلت لحد هنا يا صديقي ما تنساش تعمل السبسكرايب الجميل واللايك والشير، واعمل بقى اللي انت عايزه كله بقى، يظبط لي الدنيا كده، عايزين نرفع الريتش